السلام عليكم، اهلا مرحبا. انا زولفان. اولمبيك اقبو يفوز على مولودية وهران في افتتاح الجوله الثانيه من الرابطه المحترفه. مهدي هو من سجل الهدف الوحيد في هذه المباراه. مولاي ضيع ضربه جزاء في اللحظات الاخيره من المباراه، ضيعها على مرتين. اولمبيك اقبو استحق الفوز في هذه المباراه، سيطر على الشوط الاول. عوده مولودية وهران في الشوط الثاني لم تكن كافيه. اولمبيك اقبو يبدا الموسم بقوه بانتصارين متتاليين، 6 نقاط كامله للأولمبيك. مولودية وهران يتوقف عند النقطة الثالثة، يكتفي بفوز فقط في الجولة الأولى وهزيمة في الجولة الثانية. ولكن يبدو لي مولودية وهران بحاجة إلى تعيين مدرب مميز في أسرع وقت. لا يمكن لها أن تواصل بهذه الطريقة من دون مدرب رئيسي. في الكثير من النقاط والأشياء التي يجب تداركها بسرعة قبل أن تستمر وتتواصل البطولة لجولات أخرى. بينما أولمبيك أقبو أفضل سيناريو ممكن أن يبدأ بهذا الموسم هو الذي تحقق 6/6 بالتوفيق لأولمبيك أقبو وعودة أقوى لمولودية وهران.